Le grand moment est là. هل تتخيل أن هناك لاعبًا سجل 13 هدفًا في نسخة واحدة من كأس العالم؟ ولم يستطع أي لاعب تحطيم رقمه حتى اليوم. وهل تعلم أن مباراة واحدة في المونديال شهدت 20 بطاقة كاملة وكادت تتحول إلى معركة داخل الملعب؟ ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 النسخة الأكبر والأضخم في تاريخ اليوم، سنأخذكم في رحلة مذهلة داخل أعظم وأغرب الأرقام القياسية التي صنعت أسطورة كأس العالم. عندما نتحدث عن كأس العالم فمن المستحيل أن لا يظهر اسم البرازيل. السامبا ليست فقط منتخبا عاديا، بل هي المنتخب الأكثر أسطورية في تاريخ المونديال. البرازيل هي الدولة الوحيدة التي شاركت في جميع نسخ كأس العالم منذ 1930 وحتى اليوم، 22 مشاركة كاملة دون غياب ولو مرة واحدة. ولأنها حضرت دائما، أصبحت أيضا أكثر منتخب لعب مباريات في تاريخ البطولة بأكثر من 110 مباريات. وليس هذا فقط، البرازيل تملك الرقم القياسي في عدد الانتصارات وعدد الأهداف المسجلة، كما أنها المنتخب الأكثر تتويجا بكأس العالم برصيد 5 ألقاب: عام 1958، عام 1962، عام 1970، عام 1994، وعام 2002. كل جيل برازيلي كان يملك نجما أسطوريا يصنع التاريخ، من بيليه إلى رونالدو إلى رونالدينو وصولا إلى نيمار. المونديال 2026 قد يغير كل شيء، لأننا سنشاهد أكبر كأس عالم عبر التاريخ. لأول مرة سيشارك 48 منتخبا بدلا من 32، وسيتم لعب 104 مباريات كاملة. تخيلوا حجم الجنون الكروي الذي ينتظر العالم خلال هذا الشهر. الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، 3 دول ستستضيف النسخة التي قد تصبح الأكثر مشاهدة وربحا وإثارة في تاريخ كرة القدم. إن كان هناك لاعبا ولد خصيصا لكأس العالم فهو الألماني ميروسلاف كلوز. هذا الرجل يمتلك الرقم الأكثر رعبا لأي مهاجم في تاريخ البطولة، 16 هدفا كاملا في كأس العالم. ميروسلاف كلوز تجاوز الظاهرة رونالدو وأصبح الهداف التاريخي للمونديال. ولم يكتفي بذلك، بل يملك أيضا رقما آخر مذهلا: أكثر لاعب حقق انتصارات في كأس العالم. لكن السؤال الذي يشغل الجميع الآن: هل يستطيع ليونيل ميسي تحطيم هذا الرقم في مونديال 2026؟ ميسي يملك حاليا 13 هدفا في كأس العالم، ويقترب أكثر فأكثر من كتابة التاريخ مجددا. أما كيليان إمبابي فقد يكون هو الخطر الحقيقي على كل الأرقام خلال السنوات القادمة. لكن رغم كل هؤلاء النجوم، يبقى هناك رقم يبدو مستحيلا تحطيمه حتى اليوم. الفرنسي جاست فونتين سجل 13 هدفا في نسخة واحدة فقط. نعم، 13 هدفا في مونديال 1958، رقم صمد لأكثر من 65 سنة رغم تطور كرة القدم الحديثة. أما الأسطورة التي غيرت تاريخ كرة القدم إلى الأبد فهو الملك بيليه. في كأس العالم 1958 كان عمره 17 سنة فقط عندما سجل هدفه التاريخي ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ المونديال. ولم يتوقف عند ذلك، بل أصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، إنجاز يبدو شبه مستحيل في كرة القدم الحديثة. والآن كل الأنظار تتجه نحو ميسي ورونالدو، لأن مونديال 2026 قد يجعلهما أول لاعبين يشاركان في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، رقم تاريخي جديد قد لا يتكرر أبدا. بعض مباريات كأس العالم لا تنسى بسبب الجمال، وبعضها لا ينسى بسبب الفوضى. ففي سنة 2006 واجهت البرتغال منتخب هولندا في مباراة تحولت إلى حرب حقيقية داخل الملعب. الحكم أشهر 20 بطاقة كاملة، 16 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء. اللاعبون كانوا يتشاجرون في كل دقيقة تقريبا، حتى أن الجماهير أطلقت على هذه المباراة اسم معركة نوربيرغ.
لكن إذا تحدثنا عن الجنون التهديفي فلا شيء يتفوق على مباراة النمسا وسويسرا سنة 1954. 12 هدفا كاملا في مباراة واحدة انتهت بنتيجة 7-5 لصالح النمسا. تخيلوا فقط 12 هدفا في مباراة مونديالية واحدة. وهناك أيضا مباريات انتهت بفوارق كارثية مثل فوز المجر على سلفادور بنتيجة 10-1. أما خارج الملعب فحتى أغاني كأس العالم صنعت أرقاما تاريخية. الجميع يتذكر أغنية شاكيرا الشهيرة الخاصة بمونديال 2010. الأغنية حققت مليارات المشاهدات وأصبحت أشهر أغنية في تاريخ كأس العالم. والأمر المثير أن شاكيرا مرشحة للعودة مجددا في مونديال 2026. بعد كل هذه الأرقام التاريخية يبقى السؤال الأكبر: هل يستطيع مونديال 2026 تحطيم كل ما رأيناه سابقا؟ هل سنشاهد هدافا جديدا أو منتخبا يدخل التاريخ أو ربما مباراة أكثر جنونا من معركة البرتغال وهولندا؟ كل شيء ممكن لأن كأس العالم دائما يصنع المستحيل.